تعالوا بقى نكمل ندخل كده على عضو اللي هيبقى رائد اعمال او هيدخل بيزنس او هيبقى شريك علامه تجاريه. ده المسمى الرسمي بتاع الشركه، براند بارتنر. عندنا شويه مميزات كده لذيذه جدا. هي اول حاجه ان انا هحتفظ بكل المميزات اللي فاتت بتاعه العضو العادي. يعني انا بقى هبقى هنا ابجريدد وهدفع الاشتراك. قلنا هيبقى الاشتراك في حدود ال 250 جنيه، هدفعه مره في السنه. هستفيد ايه من الدفع ده؟ اول حاجه ان انا هحتفظ بكل المميزات اللي فاتت. تعالوا نبص عليها سريعا عشان تبقوا عارفين كل حاجه. مميزاتنا كانت ايه؟ كل دول اولا هيبقى ليكوا الخصم، بس هتكلم عنه هناك، هيبقى خصم اعلى شويه مختلف، بس كده كده معانا خصم. ومعانا البرنامج الترحيبي على 50 نقطه، معانا عرض الشحن سواء بدايل لو اقل من 100 او من 100 وهندفع فيزا هيبقى مجاني، الحضور الحفلات ودعوه الناس معانا، وطبعا اكسس على الابلكيشنز بقى كلها خلاص معانا كله، وطبعا في كونسلتيشن هو ليك اشتراك مجانيه، وليك نظام الربح اللي هو قلنا عليه بتاع الافيليت ماركتنج، بس هنشرحه بقى هناك بطريقه ثانيه لانه في تفاصيل اكتر. يبقى كده معانا كل المميزات. تاني حاجه وهي ان الخصم اختلف من ال 15% دي بقت 20% على كل الاوردرات. كل ما اعمل اوردر هينزل لي 20% خصم فوري على الفاتوره بتاعتي على كل المنتجات. زي ما قلنا عايز تحسبوها بالاوردر، عايزين تحسبوها بقيمه الفاتوره اسهل. عندنا برنامج الترحيبي زي ما قلنا على 50 نقطه، والشحن المجاني بالشروط اللي قلنا عليها. الشروط اللي هي تاني، يا اما لازم هندفع فيزا ولازم ابقى عامله 100 نقطه على فاتوره واحده. الشرطين دول يدوني الشحن مجاني. اقل من 100 نقطه او هدفع كاش هاخد بدايل الشحن، برضه مش هدفع الشحن بس هاخد بديل شحن. هنا مش هحتاج اخد لو انا عامله الشرطين دول. عندنا كمان البونص اللي هي ارباح بقى، نظام الارباح العادي بتاع المستويات ده اللي كنا اصلا شغالين بيه طول حياتنا، زي حاجه اسمها بروجرام بلس. دي نظام ارباح جديد شبه الافيليت ماركتنج اللي حكينا عنه بتاع ال 10% الخاص الربح اللي هو عن طريق الترشيحات، هتكلم عنه باستفاضه هنا. وعندنا حاجه اسمها ادفانس بونص، دي هتبقى حاجه اضافيه. وكمان الليدرشيب تشيكس هنتكلم عن الحاجات دي. يعني احنا كده عندنا 4 انظمه ربح ما كانش قبل كده موجود غير نظام واحد بس منهم، دلوقتي اتضاف عليهم 3 انظمه ربح زياده فلوس. هتتخضوا من الارقام بس هنفصل كل ده دلوقتي، هي مفيش اي حاجه تخض والموضوع سهل جدا. اول حاجه دي مقارنه ما بين قبل كده كنا بناخد ايه ودلوقتي هناخد ايه. تعالوا الناحيه الشمال دي كده، ده قبل كده العضو اللي كان بيحط بطاقته وعايز يشتغل كان بيستفيد بايه؟ خصم 23% على المنتجات. دلوقتي الخصم بقى كام؟ بقى 20%. هتقولي ايه ده؟ فين ال 3% اللي هم ولا حاجه؟ يعني دول 3 جنيه حرفيا على 100 جنيه، 3 جنيه ولا حاجه. الشركه سحبت ال 3% دي عشان زودت لنا فلوس اكتر. شايفين الارقام دي لسه هنشرحها، فلوس اكتر على بقيه الارباح. فاحنا حرفيا هي شالت من حته وحطت فلوس في حته ثانيه اكتر، فمحدش يستعجل او يقول ايه ده انا ده كده الخصم اقل. لا، الخصم مش اقل ولا حاجه، هتشوفوا دلوقتي. بعد كده كنا بنقبض المستويات من كام لكام؟ من 0 ل 21%. دلوقتي هيبقى الخصم من اول 10% لحد 22%. يعني مفيش 0%. يعني ايه؟ يعني اي عضو هيعمل تحتك نقط، هو مش لسه هنحسب. فاكرين زمان كنا بنحسب الفرق ما بينك وما بينه، وهو عامل كام وانت عامله كام ونحسب الفرق؟ احنا ما زلنا هنحسب موضوع الفرق ده في المستويات، لكن هنحسبها من اول 10%. مش هيبقى في 3 6 9، او هيبقوا موجودين وهيبقى ليهم تكريمات، بس نسبة الربح ده لو اعلى على ال 10% الشركة هتديك ال 10% الاعلى. مش عايز ادخلكم في تفاصيل لان هي تفاصيل شرحها كتير وممكن تلخبطكم، فاحفظوها كده انه ال3 و6 وال9 الشركة هتقارن، هتلاقي انه ربحك في ال3 او 6 او 9 دي كانت اعلى هتديهولك، لقيت ان ال 10% اعلى هتديهولك. فانت ما تلخفيش نفسك، انت اعتبري نفسك 10%. بس في التكريمات زي ما احنا، اللي هيعمل من اول لحد ال 200 نقطة هيتكرم على 3% عادي، عامل 6% هيتكرم، اللي هم 600 نقطة هيتكرم على 6%، عامل 1200 هيتكرم على 9%. تكريماتنا عادي جدا، بس الفرق في الفلوس. فلوس ماني زياده. ماشي، ماني ده زياده ازاي؟ ان الشركه هتحسب على 10%، هيعتبرك من اول نقطه لغايه 2399 انت 10% ربح. فمهما انت اشتريت مشتريات ليك او ليك اعضاء تحتك عاملين نقط، فالاجمالي بتاعك كله على بعضه هيتحسب على 10%. طبعا ده ازيد فلوس اكتر، ومش شرط بقى ان انا اكون عامله طب 600 طب عامله 1200، لا مش مهم. انا طالما انا في حته ال 2399 انا باخد 10%. فطبعا ده مريح جدا، اسهل في الشرح وفي نفس الوقت فلوس اكتر. بعد كده المستويات زي ما احنا 12% 2400، 15 4000، 18 6 600. الزياده فين بقى؟ ال 10000 نقطه كانت 21% ربح بقت 22% ربح. تقول ايه ده 1%؟ والله 1% دي ممكن توصل ل 5000 جنيه زياده. ما حدش يحسبها بالارقام، هي كفلوس اكتر بكتير. ليه بقى؟ عشان قيمه ال 1% دي ما بتتضرب في الارباح بتاعت الشجره كلها، ال 10000 نقطه البي في بتاعهم كلهم. تمام؟ طبعا اللي كان شايف فيديوهاتي قبل كده اللي كنت بحسب لكم فيها بالورقه والقلم بقى المعادله بتاعت حجم العمل وازاي بنحسبها والكلام ده، كنت عامله الفيديو ده مثلا من يجي 5 6 سنين كده. الفيديو ده كنت شارحه بقى بالتفصيل بالحسابات. لو عايزيني بقى اعمل لكم واحد جديد
الحسابات اكتبوا لي كومنتس وقولوا لي لو لقيت عدد كبير بيطلب، لانه فيديو صعب تقيل يعني في الشرح. يعني انا لما شرحت الناس فهمت الحمد لله، بس انا قصدي انه هل محتاجينه ولا مش مشكله، عشان ما اعملش حاجه يبقى زياده وفي حاجات تانية وقتنا اولى بيها يعني احنا نسجلها او نشرحها. ملخص الموضوع، فلوس ازيد يا جماعه. ال1% دي كقيمه فلوس بنتكلم في ممكن 5% زياده فلوس، محدش يستقل بالارقام الصغيره دي. الفلوس دي يا جماعه بتتحسب لمين؟ للاعضاء والشركه العامه التجاريه، اللي هم النوعين بتوع الاعضاء اللي احنا اتفقنا عليهم. خلاص العضو، خلاص لما تسمعوني بقول اعضاء يبقى احنا بنتكلم على عميل، بقول شركه عامه تجاريه او بقول رائد اعمال او بقول بيزنس، خلاص يبقى انا بتكلم على نظام الاشتراك اللي هو مدفوع ال 250 اللي هو دفعهم، او كان عامل اوردر قبل فبراير فبالتالي ما دفعش. في شرط مهم جدا 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 لازم اكون بعمله عشان استحق الربح بتاعي، فاكرينه؟ كان هو ما اتغيرش. كنا قبل كده بنقول المستويات كلها لازم على الاقل احط ال 100 نقطه بتاعتي عشان اخد الربح بتاعي، وال 21% اللي هي بقت 22 كان لازم يحط 200 نقطه. دلوقتي في اختلاف صغير جدا، ان كلنا بقينا لازم نحط ال 100 نقطه حتى المستوى ال 22%، لكن الدايركتور من اول اللقب هو اللي محتاج يحط 200 نقطه. كان الاول من اول 22% من قبل حتى ما ياخد اللقب، لا دلوقتي خلاص حتى ال 22% كفايه قوي ال 100 نقطه، وهيحتاج من اول اللقب يعمل 200 نقطه. في تغيير بقى حصل كمان وهو للالقاب، من اول ما انت حتى لسه ما خدتيش اول لقب بس طلعتي تحتيكي 10000 نقطه 22%. تمام؟ كنا الاول الشجره اللي تحت دي لما احنا بنعمل فرق 4000 نقطه عليها بناخد 4% على الرجل دي، بنسميها رجل او لج، ناخد 4% على الرجل الاولانيه، وطبعا بونص على الالقاب اللي بعدها. يعني مثلا لو انت تحتيكي واحده طلعت 21% او 22% دلوقتي، خلاص هتاخدي عليها فلوس. كنت بتاخدي 4% دلوقتي هتاخدي 5%، وكترجمه ماني فلوس هتاخدي 25% زياده من الربح. انا عارفه ان الارقام دي تتلخبط وانا قعدت فتره برضو عبال ما استوعبتها، بس بالحسابات وبالارقام انت لو كنت بتاخدي مثلا 5000 جنيه على الرجل الواحده هيبقوا 6000 جنيه، فال1000 الزياده دي قيمه الربع من المبلغ كله. الزياده كده قيمتها ربع المبلغ. انا لو مش فاهمين مش مشكله، احفظوها كده ان انت هتاخدي 1% زياده على ربح على الرجل اللي تحتك بالطريقه 21، فطبعا ده مكسب ليكي زياده. الرجول اللي تحتها كده كده بتاخدي عليهم زي ما احنا، ما فيش اي حاجه اتغيرت. عارفين كده لما يكون تحتيكي حد 21 انت اهو وانت طلعتي 21 تحتيكي، ال21 اللي تحتك دي طلعت 21 تحتها، هتاخدي عليها حاجه اسمها جولد بونص 1%. ومحدش يستقل بالارقام دي عشان انا عندي شجر باخد ممكن على الشجره الواحده بال10 وال 20000 جنيه على الشجره الواحده. ليه؟ عشان العمق. كل ما خليتي الناس اللي تحتك يعملوا القاب ويطلعوا تحتيهم 21 او خلاص بنحاول نتعود على 22 يطلعوا عمق تحتيهم ويعملوا القاب. يعني مثلا انت لو تحتيكي واحده مثلا جولد هتاخدي على الاثنين اللي هي مطلعاهم تحتها دي، هتاخدي عليهم ايه؟ هتاخدي عليها هي 5%، وعلى الاثنين اللي تحتها ده 1% 1%. اللي تحتها دول كل واحده فيهم طلعت اتنينات مثلا او طلعت وحايد ايا كان، وجيل ثالث بالنسبه لك بنسميهم حتى الابن والحفيد، ده جيل اسمه السفاير تاخدي عليه نص في المية. لو طلعوا دايموند لو بقوا 6 من تحت ده ربع، وهكذا. يعني انا كنت باخد لحد الاكزيكتيف، لما كنت بدات في لقب الاكزيكتيف باخد لحد 12 عمق من تحت. تمام؟ وكمان لازم يكون قصادهم بالعرض، عشان تاخدي بالعمق لازم يبقى بالعرض. يعني انت ما ينفعش اللي تحتك تبقى عامله رجل تحتيها يعني جولد، وانت عشان تاخدي على الرجل الثانيه اللي تحتها دي تكون انت عندك ثانيه بالعرض 2 كده و2 كده، او 3 كده و3 كده. طبعا التفاصيل دي لها تدريبات لوحدها للالقاب، فانا بس اقول لكم انه كل ما انتوا اشتغلتوا مع الناس اكتر وكل ما خليتوا هم كمان يعملوا القاب وياخدوا شيكات ويكبروا، انتوا بتستفيدوا كده كده الى ما لا نهايه. فالزياده كانت قلنا في الخط الاولاني بتاع الدايركتور 5%. اول حاجه ال10% هتتاخد على اللي هو قلنا خلاص بقى بدل ال3 و6 و9 كل الاعضاء، اي حد هتسجليه سواء عضو او هيبقى شركه علامه تجاريه. تاني حاجه انتوا كده استفدتوا ايه؟ استفدتوا انه فلوس اسرع. ثالث حاجه اسهل في ان احنا نتوقع الربح كام، سهل في الحساب. عكس زمان كنا بنقعد نعمل المعادله اللي قلت لكم عليها دي، لا دلوقتي خلاص 10% اضربها في الربح وانتهى الموضوع على كده. ده اسهل في الشرح، انتوا مش هتحتاجوا بقى تقعدوا تشرحوا للناس كان في كذا وبقى في كذا لا، هيبقى في نظام تاني خالص للشرح واسهل بكتير. انا طبعا مش ده شرح انتوا تشرحوه للناس، ده شرح لكم انتوا عشان تفهموا ايه التغييرات. بس هيبقى ليكم فيديو تاني خالص بقى، ده هيكون شرح للناس بقى لاول مره خالص، عشان ده اللي هندخل بيه اعضاء ونشرح لهم من الصفر، يبقى معاهم الداتا مختصره جدا
ويبقى من غير بقى كل المقارنات اللي احنا بنعملها دي. كده قلنا 20% ضرايب على كل حاجه، دي حاجه مفروغ منها بتاعت الدوله مالناش دعوه بيها، والشركه بتدفعها بالنيابه عننا، بيسهلوا علينا بدل ما احنا كل واحد فينا يروح يجيب محامي او حد يعني يعمل له الضرايب، لا خلاص الشركه هي بتدفعها على طول. عندنا ميزه العضويه الدوليه خلاص اتفتحت للعالم كله، تقدري تسجلي اعضاء من كل الدول. حد عنده ناس عايز يسجلهم من اي دوله يبعت لي عشان ابعت له بقى الشروط والتفاصيل اللي بنعملها. الموضوع سهل جدا جدا جدا. البروجرام بلس بقى اللي احنا عايزين نشرحه اللي هو زي الافيليت ماركتنج، فاكرينه؟ تعالوا نرجع تاني نبص بس عليه اهو. كان عباره عن ايه؟ قلنا رشحتي منتجات، قيمه الفاتوره اللي اتشرت عن طريقك هتاخدي عليها 10%. ده كان في النظام العضو العادي. نظامنا احنا بقى ايه؟ اللي هو البيزنس، نفس الفكره. جبتي عضو تحتيكي عميل، عضو مش شريك علامه تجاريه، نركز في الحته دي، لان هو لو دفع الاشتراك خلاص اتحول، مش هيطبق عليه النظام ده. النظام ده يتطبق على العضو العميل العادي جدا اللي انت سجلتي له عضويه مجانيه فقط واشترى اوردر. قيمه اوردره تنزل لك انت في محفظتك 10% ربح. الله، ده غير الارباح بتاعت المستويات. مش احنا قلنا زودنا، بقينا عندنا 4 انظمه ربح، زودنا 3 عن النظام العادي. هكسب بكذا طريقه. فدي كده الطريقه الثانيه، ان انا اي عميل اشترى معايا مش على كودي بقى، لا، عملت له عضويه مجانيه، بقى اسمه عميل، بقى اسمه عضو عميل ممبر، بس هينزل لي عليه 10% على فاتورته. كل ما يشتري كل ما هينزل، وهو بياخد الخصم بتاعه 15% وعمال ينزله في محفظته، وانا بينزل لي 10% بتاعتي على كل اوردر يعمله. حلو جدا، ما كانش موجود كان النظام ده قبل كده. هو نفس طريقه الاستخدام يا جماعه، مفيش ضرايب على الفلوس دي، لازم اقدر استخدم الفلوس في الفاتوره اللي بعدها على طول. معايا مهله 3 شهور وهستخدم نص قيمه الفاتوره. خلاص حفظناها. بس في بقى شرط صغير جدا، الشرط ده بيتطبق على النظام بتاعنا احنا كبزنس. النظام ال 10% بتاعت الناس الاعضاء العاديه ما لهمش دعوه، بيقولوا براحتهم يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين. احنا عندنا شرط. ايه هو الشرط؟ بيقول لك ان عشان تستفيدي بالبروجرام بلس ده وينزل لك فلوس اصلا في محفظتك، اولا كده بسم الله، اقل نقط تكون انت عاملاها 250 نقطه متقسمين، اقل حاجه 75 نقطه على كودك، والباقي اعضاء تحتيكي اللي هم العملاء. يعني مثلا جبتي عضو عمل 100 نقطه، باقي كام؟ 150 لازم يتحطوا على كودك. وانا عملت 75 بس على كودي، ده المينيم اقل حاجه. بقيه ال 250 لازم يكونوا جايين عن طريق اعضاء مش شريك علامه تجاريه، مش النظام الاشتراكي، لازم يكونوا عملاء. لازم يكون على الاقل مينيمم كده، حطي لنفسك مينيمم ان انا عايزه كل شهر اجيب عملاء يعملوا 250 نقطه على الكود، او 200 نقطه، و75 لازم على كودك، لان انت كده هتعملي 100 نقطه عشان ارباحك ومستوياتك والكلام ده كله. بس احنا بنتكلم ان هو اقل حاجه 75. افرضي انت يا ستي مش طالعه مستوى اصلا او طالعه شرفي ومش هتحطي ال 100 نقطه عشان ما عندكيش فلوس على المستويات، على الاقل حطي 75 نقطه. ليه؟ عشان تستفيدي بالبروجرام بلس ده، لان انت عندك عملاء عايز تستفيدي عليهم. طب النظام ده بيفيد الناس ويبيعوا كويس جدا، الناس السيلز الشاطره في المبيعات. لو مش مش هيدخلوا اعضاء بنظام الاشتراك اللي هو ناس هتشتغل وتدفع الاشتراك. كل العملاء اللي بيجيبوهم استخدام شخصي بس، وكلهم اعضاء مجاني مش هيدفعوا الاشتراك، هتستفيدي عليهم بالنظام ده. ممكن شجرتك كلها تبقى نفس النظام ده كده، كل الاعضاء اللي تحتك تدخليهم يكونوا عضو عميل عادي مش دافع اشتراك مجاني، هو هيستفيد بالخصومات والمميزات اللي قلنا عليها، وانت هتاخدي على كل اوردر منهم 10%. محدش يستقل بال 10% لان هي هتعمل مبلغ تراكمي في الاخر كبير. بس في الاخر انت المينيمم بتاعك لازم كودك يبقى 75 نقطه، والاجمالي يكون ما يقلش عن 250 اجمالي كودك بالاعضاء اللي تحتك. خلاص الماكسيم بقى اقصى حاجه 1000 نقطه الاجمالي، منهم 500 على كودك. يعني انت ما تعمليش ال 1000 نقطه على كودك، اعملي بس 500 على كودك، ده اقصى حاجه تقدري توصلي لها. اي حاجه زياده مش هتاخدي عليها حاجه. وال 500 التانيين يبقوا متوزعين بقى على اعضاء تحتيكي. اعضاء، او اول ما اقول كلمه اعضاء يبقى دول المجاني، مش هتتلخبط. لان لو انت عندك نوعين، يعني عندك اعضاء عاديه وعندك شركاء علامه تجاريه او اللي هم رياده الاعمال او البيزنس، دول بره موضوع البروجرام بلس، دول بتاخدي عليهم فلوس ومستويات بس. الحسبه دي بتنزل على الاعضاء بس. نشوف انا قررت كام مره عشان محدش يتلخبط، عشان الحته دي انا برضو قعدت وقت شويه قبل ما استوعبتها. انت الشخصي كده انت مستفيده عليه 20% خصم، دي ثابته خلاص، لان انت اصلا نظامك شريك علامه تجاريه، زائد ان انت هينزل لك على محفظتك 10% بتاعه الاوردرات للاعضاء اللي تحتيكي. كده بس على حته انه زي ما قلنا النظام ده للاعضاء بس، وعلى الناس الشخصي بس، ان هو سوري اللي هم مباشرين يعني ليكي. يعني لو عضوه تحتيكي هي مدخله عميل
تحتها مالكيش انت فيه 10%، هي اللي تاخد عليه 10%، انت تاخدي عليها هي لو هي عميله. لو هي بقى حولت نظامها لشريك علامه تجاريه تاخدي عليها نظام البيزنس العادي. خلي بالكم النظام ده ميزه ليه؟ لان انت كده العميل واخده عليه فلوس مرتين، لانك واخده على نقطه داخلالك في المستويات، فانت واخده عليه فلوس المستويات وواخده عليه 10%، فانت العميل اكتر واحد انت مستفيده منه. ده مش معناه ان احنا ما نحولش العملاء لشركاء علامه تجاريه، لانك هتستفيدي عليهم اكتر لما يطلعوا مستويات هتاخدي فلوس اعلى. محدش يركز على حته ان انا طب هاخد عليهم فلوس مرتين وما يحولهمش شركاء. لو هم عايزين يتحولوا، لانك هتستفيدي عليهم لو طلعوا مستويات، طبعا هتستفيدي اكتر فلوس، لان كل ما هيكبروا مستوياتهم تزيد كل ما فلوسك تزيد. محدش يقول ده احسن ولا ده احسن. طب يعني ما تفكروش بطريقه شخصيه اللي هو اخلي العميل يفضل عميل ولا احوله ولا يعني انت في الاخر كسبانه عليه في الحالتين. فانت بتختار، مش انت اللي بتختاري للناس، انت بتختاري حسب هم مزاجهم ايه او هم عايزين ايه. وانت يعني الصح والضمير والمهنيه لازم تقولي معلومات كامله للناس، تقولي النظامين كل واحد يختار اللي على مزاجه. انت مش من حق خالص تديله توجه او تقولي له اعمل كذا او اعمل كذا عشان مصلحتك الشخصيه. ما تفكريش في مصلحتك الشخصيه، كده كده ربنا بيرزق. فانت كل اللي بتفكري فيه ان انت تقولي المعلومات كامله وتسيبي الشخص يختار حسب مزاجه. عندنا هنا مثال هيشرح لنا سريعا كده انت كشريك علامه تجاريه او بزنس هتستفيدوا ايه. شريك العلامه التجاريه اللي هو اصلا لسه ما عملش اي مستويات خالص هيستفيد من حاجه هو وكل الناس مشتركه. هو ال 0% اللي هو لسه داخل، او ال 12% اللي هو بقى مدير، او بقى 22% اللي هو اعلى مستوى او القاب بعد كده ايا كان. كل ده في حاجتين مشتركه بيننا احنا الاثنين، بيننا كلنا حاجتين. على الاوردر الشخصي بتاعنا هناخد ال 20% الخصم هتنزل مباشره على الفاتوره. ولو انا عندي بقى نظام البروجرام بلس وحققت الشروط بتاعته ومدخله عملاء وكسبانه عليهم ارباح، هقدر استفيد بال 10% الارباح دي ان انا احطها انزلها من محفظتي على الاوردر بتاعي واخد خصم. يبقى انا كده اجمالي الخصم بتاعي راجع 30% تاني، كاني زي العضو اللي لسه داخل جديد اول مره. هو العضو الجديد اللي هو العضو العادي المجاني ده هياخد خصم 30% مره واحده بس في حياته، تمام؟ والباقي الاوردرات هتبقى 15% بس، الا لو هو عمل بقى برضه نظام الارباح بتاعته الافيليت ماركتنج هينزل له 10% زياده. يبقى احنا هنا بصوا الطرق اللي بتتركب على بعضها، تجيبي فلوس من هنا ومن هنا تضاف على بعض. حلو كده؟ فانت كده مستفيده هنا الاثنين. في بقى كمان فيرست لاين اللي هو الناس المباشره بقى، المستويات المباشره لينا. لو انا لسه في 0% انا لسه عضو جديد، استفيد ايه؟ لما ابدا اعمل اوردرات وشجرتي تبدا تعمل اوردرات، انا هستفيد عليهم انا 10% من اول نقطه. مش هيحسب لي 3 و6 و9، هيديني 10% ربح على طول. كده اسهل. لو انا عامله 100 نقطه وتحتيه 200 او 300 او 400 او كده، سهل قوي اروح ضربهم في ال 10%. مش ضربه النقط، ضربه الحجم العمل بتاعهم. حجم العمل اجيبه منين؟ من الابلكيشن. هبقى اوريكم يجيب منين، من التقارير. سهله. بنجيب حجم العمل نضربه في ال 10%، شكرا خلاص عرفت الفلوس بتاعتي كام. فسهل ان انا اتوقع الربح، عكس قبل كده زي ما قلت لكم كان اصعب، بنقعد نحسب بقى الفرق ومش الفرق وكده. خلاص. زائد انه انا لو عملت الشروط بتاعت البروجرام بلس انا هاخد 10% البروجرام بلس، يبقى انا 10% مستوى 10% بروجرام بلس. تهتوا مني ولا مستوعبين؟ انا عارفه الحته دي تقيله، وارجوكوا تشوفوا الفيديو ده 5-6 مرات، لانه انا اصلا عشان اعمل لكم الشرح ده وافهم الكلام ده انا قعدت حضرت كميه اجتماعات لا تتخيلوا. الشركه بتشرح لنا السيستم ده من يناير اللي فات، بقى لنا سنه بيتشرح لنا، كل شويه يدونا معلومات، كل شويه نعيد، وشويه يدونا اجتماع وتدريبات. ولحد دلوقتي انا ساعات بحس ان انا متلخبطه، بقعد كده اتنح شويه لحد ما اجمع الموضوع. فما بالكم انتوا بقى اول مره تسمعوه، عيدوا الفيديو ده 5-6 مرات على الاقل واكتبوا، لانه مش هتفهموا حاجه من غير ما تكتبوا. انا عشان اطلع الشرح ده وافهمه انا اصلا عشان اشرحه قعدت اكتبه كذا مره والخص، اعمل امثله في دماغي واقعد اشرحه كده بصوت عالي عشان استوعب. ولحد دلوقتي لسه حاسه برده ان انا اكيد هبقى متمكنه اكتر لما نيجي نشتغل بايدينا. فمعلش ما حدش يحس انه الموضوع يخوف او مخضوض او كده، عادي ده سيستم جديد تفاصيله كتير شويه بقى، ايدينا هتاخد عليه مع الوقت. اسمعوا الشرح كذا مره واكتبوه وسجلوا لنفسكم كده قدام المرايه، او اقعدوا صوروا او اقعدوا اتكلموا مع نفسكم مع حد، حاولوا تشرحوا لحد عشان تحفظوه. خلاص. تاني، اول حد خالص العضو الصغير ده مستفيد حاجتين، 10% بتاعته هو كمستوى، و10% لو حقق شروط البروجرام بلس. كده مستفيدين ايه؟ لو عضو جديد لسه داخل بيبدا بسم الله 20% على طول. قبل كده ما كانش فيه النظام ده، كنا لسه بنمشي 3% و6% وفلوس قليله. لا دلوقتي الموضوع اسرع واسهل في الشرح واسهل في الفلوس وفلوس اكتر. تاني حاجه، لو انا بقى طلعت 12% من اول 12% بدات احضر الاساس
انا بدات احط رجلي على ان انا فعلا بدات ايدي في الموضوع، او عندي فريق صغنن كده، بدات افهم الدنيا ايدي ماشيه. هاخد المستويات العادي برده اللي هي 12% او 15 او 18 ربحك عادي، ده اللي بينزل فلوس في البنك ماشي، يعني سواء محفظه CIB او عندك حساب في البنك او كده، دي فلوس الكاش. ال 10% بتاعت البروجرام بلس تنزل في المحفظه زي ما قلنا، وقلنا طريقه استخدامها، دي مش كاش. الحاجه الوحيده هي الكاش، التيم بونس دي اللي هي فلوس الربح بتاعت المستويات او بتاعت فريقك. ال 10% اللي اتكلمنا فيها دي بتنزل على المحفظه بتاعت الشركه، تسترديها على طريق فاتورتك، تحطي الفلوس دي في الفاتوره كانك يعني اشتريتي منتجات بالفلوس دي يعني. يبقى هنا كده لو جمعنا الحاجتين دول على بعض 22%، ده لو انا مستوى 12. طب لو انا مستوى 15 نجمع 15 على 10 ب 25. طب وصلت انا 18 نجمع على 10 يبقى انا كده 28 وهكذا. فاهمين؟ ما بتتجمعش على بعض، دي كاش ودي محفظه، بس احنا بنتكلم على القيمه الاجماليه للربح. ما هي فلوس حتى لو ما دخلتش جيبك كاش انت وفرتيها ما دفعتيهاش، اشتريتي منتجات ما دفعتيش فلوسها. اقصى حاجه ال 22% وال 10% بتاعت البروجرام بلس يبقى 32%. نيجي بقى للادفانسمنت بونس اللي هي مسمينها فاست جروينج بروجرام، يعني برنامج النمو السريع، بيحفزك ان انت تنمي بسرعه او تكبري بسرعه وتعملي فلوس بسرعه. فاكرين لما انا كنت حاطه لكم بوست قلت لكم فيه انه النظام الجديد انت ممكن توصلوا ل 50,000 جنيه في 4 شهور؟ هو ده النظام اللي احنا بنتكلم فيه، نظام شيكات النمو السريع للمديرين. ده بقى تحفه، تسبقوا معايا عشان تعملوا كده كتل فلوس كده وانتوا قاعدين. اول حاجه زي ما اتفقنا، الفلوس دي كلها لازم هينزل عليها ضريبه لانها كاش. هتاخدي معلش ان انا كل شويه ساعات اقول انت لانه احنا كنا بقالنا 7 سنين مش شغالين ستات بس، دلوقتي ضمنا فئه الرجاله، فمعلش على اللخبطه يعني. اول حاجه البرنامج ده بيتحسب من اول شهر اشتراك. ازاي؟ اشتركت في فبراير يبقى انا النظام ده اتطبق عليا من اول فبراير، اشتركت في مارس اتطبق عليا في مارس، اشتركت في ديسمبر اتطبق عليا ديسمبر. طب انا اصلا كنت عضو قديم قبل النظام ده ما يتطبق، هيتحسب عليا اول ما السيستم بدا في فبراير. خلاص كلنا بقى دلوقتي زي بعض في فبراير، كلنا هيتحسب علينا كأن ده اول شهر اشتراك لينا، يعني كأننا اعضاء جداد. ايه بقى النظام ده؟ بيقول لو انا وصلت ل 12% في اول 4 شهور، يعني نفترض كلنا دلوقتي الاعضاء القديمه كلنا بادئين في فبراير، حسب علينا فبراير مارس ابريل مايو، 4 شهور هم دول المهله اللي عندي، لازم اعمل فيهم مره 12% مره، والمره الثانيه حتى لو براها بس اسمها تثبيت. اول مره هتعمل 12 هديك 50% من قيمه الشيك اللي هي كام؟ 3000 جنيه، يعني هديك 1000 ونص، غير المرتب بتاع 12% اللي هي بتاعت المستوى العادي جدا. شيك زياده اضافي، فاكرين شيكات الدايركتورز كده والالقاب؟ ده بقى نزل، دي شيكات كده اضافيه للمستويات. فانا عملت مره 12% هديني 50% 1500 جنيه. الشهر اللي بعديه ثبت على 12 او عملت اعلى هاخد ال 1500 التانيين. لو حسبه بسيطه كده، مثلا مرتب ال 12 بيبدا من 2000 مثلا، وهاخد 1000 ونص، ادي كده 3000 جنيه. الشهر اللي بعده عملت نفس المستوى تاني، يبقى هاخد 2000 و1000 ونص، ادي 3 ونص و3 ونص. ده كده من المينيمم. ليه؟ لان انا ممكن الشهر اللي بعديه اعمل 15. انا بالنسبه لي ده النظام بنطلع المستويات ورا بعض، 12 15 18 21 كده، او بقى خلاص 22 ورا بعض، كل شهر نطلع مستوى. عندي ناس بتطلع بمستويين في نفس الشهر، انا عن نفسي جبت ال 21 في شهرين، فانتوا مش اقل مني في حاجه، عادي. انا بديكم نفس تدريباتي وبديكم نفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها، اللي هينفذ زيي يعني يعمل زيي. والناس اللي تحتي عارفين الكلام ده، كل اللي كبر معايا واشتغلوا معايا سنين. اطول فتره كان حد بيطلع فيها 21 او الفتره العاديه بالكثير قوي 6 شهور. البطاء قوي اللي هم يعني كانوا بيطلعوا روحي سنه بالكثير جدا، لكن الطبيعي بنطلع اعلى مستوى من شهرين ل4 شهور بالكثير قوي، كل شهر نطلع مستوى تك تك ورا بعض. اللي بعديه اللي هو 15% معاك مهله 8 شهور، 4 و4 بيديك فرصه الاربعه بتوع ال 12% واربعه غيرهم 15%. طب من ضمن الفتره دي كلها ليه اقعد 8 شهور؟ 8 شهور ده بالنسبه لي ازلي بجد. انا بالنسبه لي 8 شهور ده اللي هو قرب السنه، ده فتره ازليه المفروض اعمل فيها لقبين على الاقل. يعني انا في السنه كنت باخد اقل حاجه لقبين، اقل حاجه اكون بادئه في اللي بعده اساسا. فاول سنه اصلا عامله 4 القاب، فما حدش يقول لي هقعد 8 شهور عامل مستويين، ده حرام، ده كده اختناق بجد، بطيء جدا، واحنا عايزين نعمل فلوس بسرعه. فانا رايي نطلع ل 12 وراها 15 شهر اللي بعده، عشان ابقى انا هنا خدت نص في المية بتاعت الشيك، ال 50% اللي هي نص الشيك الاولاني، وانا في الشهر الثاني بثبت ال 12 طلعت ال 15، فبيدوني النص الثاني بتاع الشيك الاولاني وبيدوني نص الشيك الثاني. يبقى انا الشهر الثاني ده مكسبي هيطير في السما. ليه؟ لو طلعت 15 المرتب بيبقى في متراوح ل 4000. جماعه ما حدش يجي برده يحاسبني ايه انت قلتي هاخد فلوس كذا، انا بديكم امثله، ما اعرفش لسه، هنشوف المرتبات هتبقى كام. انا اللي اعرفه ان المرتبات زادت، هتبقى كام بالظبط ما اعرفش، هنشوف، تتراوح في الارقام دي. نقول مثال، خلاص لو هي مثلا 15% هيديك 4000 جنيه مثلا، يبقى انا هاخد هنا ال 50% بتاعت الشيك الاولاني بقى بقيته، لان انا واخده 50 هنا في المية اللي هي 1000 ونص، هاخد هنا 1000 ونص تانيين مع الاربعه بقوا كام؟ بقى 5 ونص،
وهيديني 50% بتوع الشيك ال 15 اللي هو 6000 جنيه، نصهم كام؟ 3000. هيديني 3000 مع ال 5 ونص. اكتبوا انتوا بقى. الارقام دي اصلا هتقل شويه عشان الضريبه، هتقل 20%، مش مشكله، مش مبلغ كبير، لكن المبلغ اللي انتوا كسبانينه اكتر. لو هاجي الشهر اللي بعديه بثبت ال 15، لا طلعت لي بقى ال 18، هيدوني نص ال 50% اللي هي نص ال 6000 بتاعت ال 15، وهاخد مرتب ال 18 اللي هو برده ممكن يبدا من 5 6 7 حسب، معاهم نص التاني بتاع ال 18% الشيك 9000 جنيه، هيدوني نصهم اللي هو 4 ونص تقريبا. الشهر اللي بعديه اثبت او اطلع ل 22 بقى واخد النص في المية. يبقى احنا كده بنتكلم في حسبه 4 شهور، سيبوها كده هتلاقوها عامله حوالي 50000. مبلغ محترم جدا وتحفه، ومفيش اي شغلانه هتجيب لك المبلغ ده في ال4 شهور، مستحيل. لكن ما تقوليش 12 شهر، هو الشركه بتديك المهله 12 شهر بس، ما هنقعد نموت بقى، نموت في الخط عشان نعمل شويه مستويات عبيطه، نقعد نموت سنه ليه؟ لا، السنه دي يتعمل فيها لقب ولقبين. ليه؟ لان لسه شيكات بقى الالقاب هشرحها لكم دلوقتي، ارقام بقى متلتله، احنا داخلين نعمل فلوس مش داخلين نقعد ننام، صح ولا ايه؟ في جدول هنا صغير انا عاملاه لكم بس للاعضاء القدام، عشان الاعضاء القدام ليهم حسبه مختلفه شويه لو كانوا عاملين مستويات قبل كده. لو كنتوا في المستويات من 0 ل 9% فالنظام ماشي عادي جدا بنفس الارقام اللي احنا قلناها، مهله 4 شهور 8 شهور 12 شهر. كده كده زي ما قلت لكم انا مش هلتزم بالمهلات دي، اللي عايز ينام في الخط ينام مع نفسه. كده كده هشرح لكم وهبعت لكم، بس مش هحطكم في خطتي انا اللي انا متابعه بقى الدوريه اليوميه وكده. انا ما بحبش النوم، انا بحب ننجز. طيب لو حد بقى كان 12% هيبقى ليه مهله ال 15% 4 شهور ومهله ال 18 8 شهور. طب كان حد 15% قبل كده ليه مهله ال 18 في 4 شهور، تمام؟ لان هو بيحاسبك على قديم، انت كنت عامل مستويات قبل كده فانت مش لسه هتبدا من الصفر، او حتى لو هتبدا من الصفر عمليا، لان كلنا بنبدا في الصفر في الشركه في فرع مصر هنا. ليه؟ لان احنا بقى لنا سنه كان طبعا مفيش منتجات، كلنا هنتحاسب على اللي فات، اللي هو لو كنت طالع مستوى فانت عندك خبره وعندك معلومات، حتى لو لسه هتجيب اعضاء من الاول وجديد بس انت مش لسه زي اللي لسه داخل. ادي الشيكات اهو بتاعه الالقاب، الشيكات هي بس دي بقى تفاصيل اكتر، متهيألي ان اول مره هتبقوا تشوفوها. موضوع الالقاب بقى كلها دي، الدايركتور بياخد 35000، الجولد 70000، السينيور 105، السفاير 140، طبعا كل ده بيتشال منه ضريبه، الدايموند 210، السينيور دايموند 280، والدبل دايموند 350000، والاكزيكتيف 850000. ده اللي انا واقفه عنده اللي بدات فيه من سنه. دول بقى اكمله. جولد اكزيكتيف مليون و50، وده هنا السفاير اكزيكتيف 1260. على فكره عشان بس تبقوا عارفين، من بعد الاكزيكتيف تحتاجوا زي ما هو كاتب هنا كده بتبقى عندكم 12 دايركتور. انا كان عندي 12 دايركتور بالعرض، مش فاكره كام بقى بالعمق، بس هم كلهم كانوا 150 تقريبا. يعني انا محتاج في الالقاب اللي بعد كده الناس دي تبقى القاب اصلا، ما ينفعش يبقوا مجرد دايركتور بس. عشان كده انا كان عندي جولد وعندي سفاير وعندي دايموند، يبقى عندي القاب كتير عشان كل ده هيحسب لي القاب. وغير طبعا ان انا باخد فلوس على كل الرجوله اللي هي بالعمق دي كلها بيتحسب عليها فلوس، تمام؟ فكل ما انتوا هتبقوا من بدري بتبداوا ان انت لما بتطلعي دايركتور وتطلعي جولد طلعي الناس معاكي القاب برضو، هتلاقي ناس بتاخدي فلوس برضو، فابداوها من بدري، ما تستنوش لا لما اوصل الاكزيكتيف بعدين. انا وصلت الاكزيكتيف بعد 5 سنين شغل، لسه لما ابدا الاكزيكتيف ابقى لسه ببدا القاب تحتي، لا انا كنت من السنين اللي قبلها، انا من وانا دايموند وانا بطلع القاب تحتي. خلاص كل ما الالقاب زادت اهي بيكتب لك بقى عايز 6 جولد، عايز 9 جولد، عايز 12 جولد، كده بيحسب معاك لغايه البريزيدنت. وبعد كده بيتقلب بقى بيطلب منك دايموند من اول. هنا بريزيدنت اهو بيطلب عدد دايموند، بقى الشيكات بصوا بقى تخش في ملايين. يعني احنا اتكلمنا هنا في مليون، بعدين مليون ونص، 3 مليون ونص، 7 مليون، طبعا رقم ضخم، 10 مليون، 14، 35 مليون. وفي هنا عربيات بتنزل عربيه مرسيدس موديل السنه مع الالقاب من اول بريزيدنت. اخر حاجه بقى هنتكلم فيها هي السفر، 100% مجانا. كل سفريات الشركه 100%، انت مش هتحط ايديكم في جيبكم ابدا. وانا سافرت زي ما قلت لكم معاهم بلد كثيره جدا، وبيبقى معايا مرافق مجاني كمان، واوقات بيبقى معايا تذكره كمان اضافيه حسب السفريه. السفريات بتبقى جوه مصر اللي هي للمديرين، دي بتبقى ليله ويومين، يعني يومين نهار وليله بالليل، بيات يوم. ومعاها حفله جالا دينر، دي ما كانتش موجوده قبل كده. جالا دينر بنلبس فيها سواريه زي كده الممثلين الريد كاربت والحاجات دي، عشان توزيع الجوائز والتكريمات وكده. جوائز يعني اللي هي التكريم، زي مثلا انا معلقه ورا عندنا مثلا منه كتير، كل تكريم بيبقى ليه جايزه بتاعته. ايه الشروط بتاعه المانجر سيمينار اللي هو للمديرين؟ عشان اطلع المؤتمر ده محتاج اعمل على الاقل مستويات مديرين مرتين، 12% مرتين، 15% مرتين، 18% مرتين، ايا كان، المهم مرتين قبل شهر 6 اللي جاي، اللي هو خلاص قرب، شهر 6 اللي قرب ده محتاجين على الاقل مرتين نعمل 12% او اعلى. ولازم اكون كل شهر بعمل 100 نقطه بتاعتي، حتى لو انا وقعت المستوى. يعني لو انا عملت شهرين بتوعي ال 12% وفي شهور وقعتها مش مشكله، بس لازم اكون عامله ال 100 نقطه بتاعتي. واخر شهر اللي هو شهر 6 بتاع اخر شهر تاهيل لازم ارجع تاني للمستوى اللي انا متاهله عليه، ده شرط اساسي. محدش يفوت يا جماعه الشروط دي، لانها سهله جدا، زمان كانت اصعب من كده بكتير.
ومكلكعه. القديم بقى عارف، بس مش هقول لكم التفاصيل كانت عامله ازاي، كانت بجد صعبه جدا. لكن وكنا بنطلع، يعني انا كنت دايما عندي اكبر عدد طالع في المؤتمرات، بطلع مش اقل من 10 معايا. فلما كنا بنطلع كده زمان بالعدد دي، بالكم بقى بالسهوله دي دلوقتي ولا حاجه. يعني لو احنا في السنه كنا بنضطر نعمل من 4 ل5 مرات مانجر، دلوقتي مرتين بس ولا حاجه يعني، وعلى مدار السنه كلها. كنا قبل كده كل 6 شهور. عندنا بقى الدايركتور سيمينار ده سهل جدا، انت نطلع على 22% على مدار السنه كلها، السنه كلها معانا. وعندنا السنه دي استثناء لحد فبراير، اللي هيطلع 22% هيقدر ان هو يطلع الدايركتور سيمينار. ده بيكون ليلتين و3 ايام، وفيهم برضو الجالا دينر سواريه. والحفلات دي يا جماعه بيجي فيها مغنيين، بيتعمل فيها استعراضات وحاجات كده، تبقى حاجه حفله فخمه جدا. يعني لو عايزين تتفرجوا على الفيديوهات عندي مصوره كل الحفلات. لو انتوا 22% لازم ال 100 نقطه الشخصيه كل شهر، ولو دايركتور من اول دايركتور 200 نقطه. من اول بقى الجولد بيبقى سفريات بره مصر، دي مش هشرح شروطها هنا في الفيديو ده لان هي تفاصيلها يعني عايزه بقى ورقه وقلم وجدول ونشرحها كده بالارقام. بس مبدئيا لقب الجولد بيبقى فتره تاهيل من شهر لشهر معين. طبعا التفاصيل دي انا بديها بقى للناس خلاص اللي عملت 21 22 وهنبدا في العد، بديهم بقى تفاصيل الموضوع ده. بس بتبقى سفريات بره مصر اسبوع على الاقل على حساب الشركه، واحسن فنادق، لدرجه ان الناس بره بنسافر اما بنسافر اللي عايشين في الدول دي بيبقوا مستغربين اصلا الشركه قعدنا في فنادق غاليه زي كده. في احسن فنادق. الدايموند دايركتور برضو بيكون اسبوع وبيكون في حاجه اغلى. يعني مثلا انا دبي رحتها على الجولد، بس امريكا ودوها لي على الدايموند. فاهمين الفكره؟ انه بيوديك حاجه اغلى. وفي امريكا طبعا نزلونا في فندق بتاع الممثلين في هوليوود في لوس انجلوس، اللي هي كان فيها حرائق من قريب دي. عايزه اقول لكم وقت الحرائق انا قعدت اتخيل الاماكن اللي رحت زرتها، وقعدت اتفرج على الصور تاني، اللي هو ايه ده، معقول الاماكن اللي انا رحت زرتها دي بقتش موجوده دلوقتي؟ قد ايه مكان مميز، لانه هو بتاع ممثلين. نزلنا في فندق بتاع الممثلين واتعمل لنا حفلات زي الاوسكار بالظبط، وراد كاربت وكل حاجه. بصوا حاجه خطيره جدا يعني. ورحنا كمان الاماكن بتاعه تصوير الافلام بتاعه هوليوود نفسها في باراماونت، كاننا احنا ممثلين. وحتى قالوا لنا يومها البسوا كانكم ازياء تنكريه، كانكم انتم ممثلين طالعين من افلام ورايحين تمثلوا افلام. بجد كانت رحله تحفه يعني. وطبعا تذكره الطيران لوحدها غاليه، ما دفعتش حاجه. التاشيره الشركه كانت مدعماني باوراق رسميه تثبت ان انا مش رايحه اهرب، يعني رايحه مع الشركه، والشركه دافعه كل حاجه. وكان بجد المؤتمر كله رائع. نفس الفكره، انتوا لازم تبقوا عارفين دايما كل مؤتمر كل ما يكون اعلى كل ما يكون في مكان افخم ومصروف عليه اكتر. الكلام ده برده بيتطبق على الاكزيكتيف، بيكون حالات اعلى واكبر. فده كده نظام السفريات كلها تفاصيل زي ما قلنا. تفاصيل بقى من اول الجولد وطالع ليها شروطها، كل واحد حسب اللي هو في المستوى اللي هو فيه. لو قرب انا ببعت له كده التفاصيل في وقتها. لو في اي اسئله يا جماعه او حاجه مش واضحه اكتبوا لي كومنتس، ابعتوا لي مسجز. معاكم ارقامي، معاكم السوشيال ميديا بتاعتي كلها، اتواصلوا معايا. اي حاجه اسالوا فيها، ما تتكسفوش. معلش هنحتاج نعيد الفيديو كذا مره عشان نستوعب. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون الشرح كان سهل وخفيف كده عليكم. وكل سلايد دي هبعتها لكم، وهبعت لكم كمان الترجمه بالعربي عشان يبقى معاكم النسختين. يلا باي باي.